ومزيرين ومضوين. حنا راه مضوين هنا بالتليفونات، راه كلشي اللي نازل شعل التليفونات لانهم شعل البيل، لانه ما يمكنش ما فيهمش الضوء وضويقين وصغيورين، فتنزل بحذر لانه. والفوق زوين، انت تطلع الفوق راه زوين ومفرش وواسع، ولكن فاش يديروا دروج اللي عراض ومزيانين ما دايرينهمش. هذه هي الحاجه الوحيده اللي تناخذها عليهم حنايا. فهنا عوده من جديد لجولتنا في ايمينونو. فهنا مباشره ملي تنخرجوا من الجامع قدام هذه الساحه فيها السوق المصري، وحداه قبل ما ندخلوا السوق المصري فيها هذا السوق ديال النباتات، وهذا فزوين تبارك الله، رائع تبارك الله، تيشرح النفس. ما نكذبش عليكم انا حيت باقي هنا ما جاياش، وما كون ناخذ منه شي نباتات خفتهم ما يصبروش، نباتات صغيورين خفتهم ما يصبروش ليا مع الطريق. شوفوا تبارك الله، عرفتي زوين. جا هنايا حدا الجامع في الساحه اللي قدام الجامع مباشره، وتدخلي منه للسوق المصري. شوفوا تبارك الله الشكال كي دايرين ومبهجين. تعجبني عندهم هذا، ما كرهتش شجره من هذا، عرفتي بحال الليمون، ما عرفتيش يسميوه، تيتكال هو هكاك، هذا بحال الليمون صغير، بحال المندرين صغيور، ولكن تيتكال بكلشي اللي بقشرته بكلشي. هنايا دخلنا السوق المصري، حتى هو زوين تبارك الله. اللي عجبني فيه انه منظم ونقي ما نقولش لك، ومنظم بزاف، فهادشي باش زوين. فتعشقي تلقى الدور فيه واخا ما تبغيش تشريه، فيه بحال هادشي ديال العطريه، فيه التبزيره كما تنقولوا، هذا فيه الحلوى بزاف، هاد الحلويات ديالهم، الحلويات الشاميه. وعاد فيه داكشي ديال التقليدي شويه، فيه الماعين التقليديين ديالهم، فيه بحال لي طاس ديال القهوه باش معروفين، ديال اتاي، ففيه داكشي زوين. هو كاين الثمن صراحه، ولكن شي حاجه زوينه. كاين الثمن ماشي نقولوا رخيص ولا، ولكن زوين. فهاد السوق شوفوا تبارك الله، فهذاك الشكل ديالهم بحال ديال المساجد، دوك التقاوس الدائريين هكاك، وفيهم داك البيض والكحل. فاللي شافوا هنا يتفكر المسجد النبوي، دوك التقاوس ديال المسجد النبوي بالبيض والكحل. فهني سوق زوين، فيه المصريين بزاف، يعني راه سميتو السوق المصري. فيه هادشي بزاف ديال الفواكه المجففه، فيه الورود، فيه التمر، فيه، ولكن الغلا شويه لان فيه كاليتي طالعه. شوفوا هنا معايا لي طاس، وهذا زوين فني، والحلويات من طبيعه الحال، الفواكه المجففه. فهي كبير تبارك الله هذا السوق، فما كاينش اللي يجي هنايا وما يجيش للسوق المصري، ما يمكنش. هنايا خرجنا من السوق المصري ونكملوا جولتنا في السوق الكبير ديال ايمينو. هنايا خرجت من السوق المصري وكنت باغا نطلع للفوق شويه، فيه هذاك لو غون بازار. معروف بسوق كبير تا هو تبارك الله، ديال الذهب، ديال النقره،
ولكن بدا الجو شويه تيتغير، بدات الشتا تتصب، فقررت نرجع غير شويه لهنايا حدا البحر، فندير شويه هنايا نتسركل شويه هنايا حدا البحر ونركب ونرجع في حالتي، لان بدا الجو شويه تيتغير. فهنا كما تشوفوا هنايا الباخرات اللي تيديروا جولات هنا في البحر، ولا تيمشيو من الجهه الاسيويه، تيربطوا هاد ايمينونو بتقسيم ولا بالجهه الاسيويه، حيت هنايا في الجهه الاوروبيه هادي. فهنايا فكروني عندهم هاد الباطويات بالطاكسيات كبار عندنا، عرفتي واحد الطريقه باش تيصوبوا، ما نقولش لكم راه باخرات كبار تبارك الله، والزربه والسرعه باش شي داخل شي خارج شي داخل شي خارج، شي تيبي يسطح شي تيكلاكسوني على شي طاكسيات كبار صافي. تبارك الله ما تيزكاوش، عرفتي شحال ديال الباطويات تيخرجوا ويدخلوا من هنايا واو. فهنايا واخا حدا البحر وداير بهم البحر تبارك الله من شحال الجهات، ما تتحسش بديك لوميديتي بزاف في البحر، فالجو زوين. واخا هنايا راه كان في الشتاء، ولكن الجو زوين، ما تتحسش بديك الخنقه ديال البحر، ديك لوميديتي اللي تكون قاصحه البحر مع الضباب ما كايناش. فهنايا مشيت للجسر، وانا نقول علاش لا ما نمشيش نشد هاد الطوالات ديال الجسر على رجليا. ها هو الجسر كما تشوفوا، فيه الترام وفيه الطوبيس، وانا نشد على رجلي، راه منو طوال، عرفتي راه واحد الجبده ديال واحد الجبده على رجليك، لانه الجسر كبير ما شاء الله. والشتا تتنقط، ولكن قلت ماشي مشكل نسرح شويه رجليا. فهنايا على طول الجسر هكا، هاد الصياده ديال القصبه على طول الجسر، وهنايا ريحه الحوت، ما نقولش لكم بحال جالسين في المرسى لانه تيصيدوا هنايا، فهنايا تماما بحال الا جالس في المرسى. هنايا الناس المبليين بالقصبه، هذا كل المسجد فين كنا شفتوا. هادو البواخر اللي جايين من الجهه الاسيويه. فهني على طول هاد الجسر كامل، هاد الصيادة هادو من الاول في الجسر حتى الاخر. ما عرفتش هاد الحوت اش تيديروا ليه، واش تيديوه لراسهم ولا تيبيعوه هنايا ولا الله اعلم. كل اللي مصيد شويه حطو حداه. وعلى نغمات هاد الموهبه الصغيره نخليكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تبارك الله هاد الوليد ما زقاش، عرفتي شحال انا وقفت هنايا، راه شي ساعه كنتسنى الطاكسي. الطاكسيات نصيحه لكم في الطاكسيات فين ما مشيتي سبحان الله العظيم فيهم ردوا منهم البال، لان هنايا حتى شي واحد بغى يهزني تيقول لك 250 300 ليره من هنا لفين بغيت انا. جاتني كثيره بزاف، وفي الاخر وليت مشيت فعلا ب 100 ليره،
و100 ليره وجاتني كثيره، لانه اش نقول لك 250 ليره بزاف، من 250 ل 100 ليره، يعني 100 ليره بحال قلتي مشيت واحد 50 60 درهم، ولكن ماشي 250 ولا 300 راه بحال قلتي قال لك 150 درهم ولا 170 ولا بزاف، فردوا بالكم منهم. واخيرا رجعت للدار، فعلى ما حطني الطاكسي لهيه في الشارع ودخلت جيت فازقه، كانت هنايا الشتا، يعني كانت الشتا كثيره، فقلت لك على ما حطني في الشارع الكبير ودخلت هاد الدخيله وصلت فازقه. فنتمنى تكون الجوله ديالنا في ايمينون عجبتكم، ونتلاقاو في فرصه اخرى وفي فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش اللايك وشجعونا والتعليق الزوينين، وبسلامه عليكم.